السلام عليكم. مرحبا بكم متتبعي الكرام في هذا المقطع الجديد. في هذا المقطع سنتطرق إلى النزال الدموي بين الأسد المغربي نبيل حريولي الملقب بطيسون المغرب وخصمه البرتغالي إيغور فيليبي، وكيف استطاع الأسد المغربي تمزيق خصمه وتحويله إلى جثة هامدة وسط أرض الحلبة. ولحد الآن لا يزال المدمر المغربي نبيل حريولي محافظا على سجله الاحترافي خال من الهزائم ب3 انتصارات متتالية في القتال المختلط. ما هي إلا ثوان قليلة حتى أعلن الحكم بداية النزال، وقد بدأ كلا المقاتلين النزال بكل حماس وقوة. وكما نعلم جميعا أن المقاتلين المغاربة هم المسيطرون على المنظمات القتالية بصفة عامة بدون منازع، وبشهادات أساطير الحلبات القتالية. وكما ترون متتبعي الكرام أن النزال مشتعل، وقد أخذ المدمر المغربي خصمه البرتغالي وحاصره بجانب السياج، وقد أوشك المدمر المغربي على السقوط، لكنه نهض كأن شيئا لم يحدث. وبدأ إيغور فيليبي بتوجيه ضربات اللو-كيك قصد إضعاف طيسون المغرب، ففاجأه هذا الأخير بخطاف أيسر منهيا النزال بالضربة القاضية. وبهذا فهو يثبت لدانا وايت رئيس منظمة UFC أنه خصم عنيد ومستعد لتحطيم أقوى أبطالها. وختاما، إن عجبكم المحتوى لا تنسوا إعجابكم بالمقطع وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أخوكم وصديقكم مروان، انتظروني في فيديو جديد إن شاء الله، ودمتم بأمان الله.